بيكم في فيديو جديد. النهاردة هنتكلم عن حياة الأمان مع الله سبحانه وتعالى، وكيف نتوصل إلى حياة الأمان من خلال 4 نقاط. في البداية كده، لو عجبكم الكونتنت اللي بقدمه متنسوش تعملوا سبسكرايب، لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لي لايك وسيبوا لي كومنت لطيف. ويلا بينا نبتدي. في البداية كده هنفسر مع بعض آيتين 2 محتاجين نفهمهم ونعمل لهم كده شروط في حياتنا. أول آية بتقول: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد ملوما مخذولا. طبعا ده نهي واضح وصريح، لأننا لو ما اتبعناش النهي ده وما مشيناش عليه هيبقى فيه في الآخر جزاء لينا، هنقعد ملومين ومخذولين. فالإلامة هنا ممكن نلوم النفس البشرية اللي هو إحنا أو الأشخاص. ففي كلتا الحالتين النهي ده للرقي والرفعة مش أكتر. طبعا نرتقي بأنفسنا عن طريق إن احنا ما نتذللش لأشخاص، عن طريق ما نحتاجش لأشخاص، عن طريق الاحتياج الكامل لله سبحانه وتعالى. ومن خلال الاحتياج ده ربنا هيسر لنا الطرق وهيسر لنا الأشخاص إنهم يساعدونا بدون أي طلب منهم، بس نطلب من الله وهو هيسر لنا الأشخاص. لأن اللي هيرتبط وهيتصل بالله اتصال عميق وهيفهم معنى الاتصال هيعيش حرفيا في حياة الأمان وحياة الطمأنينة. النقطة دي هشرحها بعمق أكبر في النقطة رقم 3، وهننفذ مع بعض تدريب له علاقة بنسبة معينة. البوينت رقم 2 شرح لآية برضو احنا ممكن نكون مش فاهمين معناها وبنقولها كتير: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. ممكن طبعا نكون بنقول الآيات دي ومحناش فاهمين معناها، بس المفروض ان احنا موجودين هنا او مخلوقين في الأرض للعبادة، مش مخلوقين نعمر الأرض بأطفال، ولا مخلوقين نعمر الأرض بفلوس، ولا حتى نعمرها بالناطحات السحاب. احنا مخلوقين للعبادة، وبجانب العبادة بنعمل بعض من أجزاء الحياة اللي ليها علاقة بالإعمار. إعمار الأرض عن طريق الأطفال، الناطحات السحاب، البيوت، عن طريق الإعمار بأي طريقة إحنا حابينها وبأي أسلوب إحنا حابين نتخذ. المغزى هنا من الآية إن إحنا بنعبد الله حق العبادة، ومن ثم بنطلب منه إن هو يعيننا ويعطينا القوة والصبر على الأمور الدنيوية اللي ليها علاقة بإعمار الأرض. كده نقطة العبادة، وكده نقطة الاستعانة ان احنا بنستعين بيه في الامور الدنيوية يعني. ومن ثم طبعا الهداية الى الصراط المستقيم اللي هي الامور الخيرية في الدنيا والفوز بالجنة في الاخر. البوينت رقم 3: الله سبحانه وتعالى هو مصدر الشحن الوحيد لكل الطاقات اللي احنا محتاجينها. محتاجين صبر نروح لله، محتاجين قوة نروح لله، محتاجين امان اكيد نروح لله. وطبعا ما ننساش ان الاشخاص اللي حوالينا مصدر سند ودعم برضو، بس الدعم هنا هيبقى مختلف شوية. 20% كفاية قوي نأخذهم دعم من الاشخاص، ونعتمد اعتماد كلي على مصدر الشحن الوحيد في العالم هو الله سبحانه وتعالى بنسبة 80%. الله هو سندي ووكيلي وكفيلي في كل الامور الدنيوية اللي ليها علاقة بالدنيا، وكل الأمور الأخروية اللي ليها علاقة بالآخرة سواء كانت جنة أو نار. بوينت رقم 4 وهو الدعاء. لازم نركز على الدعاء في الفترة اللي احنا محتاجين فيها أمان من الله، أو احنا محتاجين نرفع الثقة ونزودها ونخلي الله هو مصدر الدعم بتاعنا الوحيد. بس المفروض هنا في الدعاء ان احنا لازم نفهم شروط الدعاء. الدعاء بيستجاب من لحظة الدعاء، وكمان شرط اساسي ان هو بيزود لنا اليقين، وده اللي احنا محتاجينه الفترة اللي جاية في حياتنا. طبعا محتاجينه كل المستقبل في حياتنا، بس المفروض واحنا بندعي يبقى عندنا صبر بعد الدعاء، مش صبر ان الدعاء هيحصل في نفس اللحظة. هو اكيد بيستجاب، بس لازم يتطبق على مراحل، طبعا على حسب الدعاء اللي انا عاوزاه هو ايه. آية الدعاء: ادعوه خوفا وطمعا. احنا بندعي الله في حالتين 2، في حالة الخوف وفي حالة الطمع. فالطمع هنا يعني الاستزادة، ان احنا عاوزين نزود فرص ال الاشياء اللي احنا محتاجينها في المستقبل، سواء كانت فلوس او حتى بيوت، عربيات، ايا كان الدعاء بندعيه في الحالتين دول. طبعا في حالة ان الانسان خايف، وفي حالة ان هو محتاج استزادة في اي نوع من انواع الاحتياجات اليومية. لحد هنا هيبقى الفيديو خلص. اتمنى يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتات الفترة الجاية محتاجين تشوفوا ايه في القناة، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.